وموريتانيا، وإيهامه دائما أن المغرب تسعى لتخريب موريتانيا، وأنها تنتظر أن يطوى ملف الصحراء لتتجه إلى موريتانيا، وكذلك تلعب على بعض سوء التفاهم الذي أكل الدهر عليه والشرب، والذي بعده برهنت المملكة المغربية على أنها جار وشريك وفي لتعهداته ومحترم لكل علاقاته مع جيرانه. والدليل على ذلك أقوله هنا وأذكر به، أن ما تقولون اليوم وما تدعون، وتحدثنا عن داعمي جبهة البوليساريو، ما تقولون اليوم وما تسوقون اليوم لا يمكن أبدا أن يكون إلا ذر الرمال في عيوننا، لأن هذه المسوقات لم تنفعنا في السبعينات. إذا كنتم تقولون أنكم في الأصل موريتانيون وأن لا فرق بينكم وبين الموريتانيون، رفضتم وحملتم السلاح ونكلتم بالموريتانيين. لماذا؟ لسبب واحد، أن الموريتانيين قالوا لكم هذه دولتكم وتفضلوا كونوا معنا إن شئتم، فحملتم السلاح وقتلتم وشردتم. وللأمانة التاريخية أنتم من هاجمتم الحدود الموريتانية والجيش الموريتاني والشعب الموريتاني قبل حتى أن يتم تنفيذ اتفاقية مدريد 14 من نوفمبر 1975. وهاجمتم موريتانيا في إينال وبير مقرين في ليلة 9 إلى 10 ديسمبر 1975 دون إعلان حرب وعلى حين غرة، وتكبدتم الخسائر. رحم الله جيلنا الأول الذي دافع بشراسة الحمد لله عن بلادنا وعن وحدتنا الترابية في ظروف صعبة جدا. ومربط الخيل والغريب أن من تتهمون اليوم أنه يهدد الوحدة الترابية الموريتانية هو من وقف بجانب موريتانيا بكل ما يمتلك من قوة. وأقولها هنا وأنتم الذين تسبون وتشتمون تلك الرموز من موريتانيا والمغرب، أقول هنا رحم الله وجزى الله عنا خير جزاء الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، الذي قال للمختار الدادا كما شهد بذلك في مذكراته، قال له لا يزعجني أبدا أن أساعد موريتانيا، ولا يجب أن تحس بضعف. هذا يقوله لأخيه الدادا، لأنني بمساعدتك للدفاع عن نواذب وعن الزويرات فأنا أدافع عن أكادير ومراكش. هل هناك دليل أقوى من هذا الدليل؟ ساعد موريتانيا بأغلى ما يملكه والجنود. رأينا حتى أن بعض الموريتانيين الذين تم التغرير بهم واستمالتهم لقضية مفتعلة لم يكونوا يعلموا أن آلاف الجنود المغاربة كانوا مرابطين لحماية مساعدة الموريتانيين لحماية حدودهم في الزويرات وفي بير مقرين وفي نواذيبو، وسقط جنود المغاربة وسقطت طائرتهم هنا مع الجيش جنبا إلى جنب مع الجيش الموريتاني. هذا هو التاريخ الحقيقي الذي لا يمكن دفنه. لتأتوا اليوم وتقولوا لنا أنكم أنتم إخواننا ونحن نتقاسم معكم كثير من الأمور. لم نرى ذلك في السبعينات، بل اخترتم أن تكونوا أداة في سياسة معادية للجمهورية الإسلامية الموريتانية. اخترتم أن تكونوا أداة في أجندة أجنبية لمعسكر معين، وتم اختطاف إرادتكم إلى اليوم. هذا فقط أردت أن أذكر به للتاريخ، لأنه طال الزمن أو قصر هذه الحقائق ستخرج،
وإذا استطعتم منذ مدة عقود في موريتانيا أن تدفنوا تلك الحقائق، فنحن سننفض الغبار عنها وسنخرجها للشعب الموريتاني وللشباب الموريتاني بفضل الله، بفضل الله، لأننا لا نحمل إلا الخير لشعبنا ولشعوب المنطقة. نصرة للحق أقول هذا الأمر. وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، والحق يعلو ولا يعلى عليه. مهما كانت الصعاب تروا كيف تتطور الأمور، وأنا سأعطيكم الآن بالأدلة وبمفهوم شاهد شاهد من أهلها، شاهد شاهد من أهلها. سأبين لكم أن الدولة التي لا زالت مع الأسف الشديد أقولها، ونحن نكن لشعبها كل الاحترام ونتمنى له كل الرفاهية، كل ما يستحق من رفاهية، ومن يتهمنا ظلما وعدوانا بأننا نعادي الشعب الجزائري أو نحقد عليه أو نحمل غلا له، ليس لنا إلا أن نقول لله سبحانه وتعالى: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وفي الجزائر الذين آمنوا. هذا حتى تكون لكم الأمور واضحة. ولكن سأسمعكم من وزير الخارجية الجزائري الحالي ما هو هدف الجزائر، الذي لا يخفى علينا ولا يخفى على الكثيرين، ولكن يخفى على الشعب الجزائري وعلى أولئك المغرر بهم الذين ما زالوا يعانون منذ 5 عقود في مخيمات ما يسمى، لا أريد أن أتحدث عن ذلك الأمر ولا أريد ذلك الوصف، لأن العزة والكرامة لها مبادئ ولها أوصاف ولدها إشارات، فلكم واسع النظر أن تحكموا هل أنتم في عزة وكرامة أم أنتم في غير ذلك. وأنا سأسمعكم. يقول شيء آخر تماما عن هذا الكلام الذي تقوله. الواقع يقول أنه المغرب استثمر مشاريع استثمارية كبيرة جدا في هذه المناطق. المغرب استطاع أن يجلب اعترافات من دول كثيرة بمغربية الصحراء، والمغرب غير التركيبة السكانية لهذه المنطقة. هذا كله أليس إنجاز مغربي؟ دعني نرد نقطة بنقطة. هل كل ما قلتيه وهو صحيح على أرض الميدان، هل هذا غيب المينيرسو من التراب الصحراوي؟ هي موجودة، ومجرد وجود المينيرسو على التراب الصحراوي يعني أن هناك صراع قائم. المينيرسو ستبقى إلى أبد الآبدين، يعني يجب أن يحدث حل. وما دامت هي موجودة هذا يعني أن المجموعة الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة لا تعترف بمغربية الصحراء. هذه هو النتيجة السياسية الكبرى، النتيجة الاستراتيجية الكبرى. ثانيا، سمعتم الدليل الساطع والبرهان الواضح لما قلت لكم. النتيجة السياسية الاستراتيجية لسياسة الجزائر في المنطقة هو أن تبقى المينيرسو وأن تبقى الملف يداول في اللجنة الرابعة، وبالتالي ليس هناك اعتراف. ينظروا إلى أبعاد هذا الكلام. هل تحدث عن مصالح للشعب الصحراوي؟
هل تحدث عن قرب القيام لما يدعى بالجمهورية العربية الصحراوية؟ لا، هو لديه هدف ونتيجة استراتيجية يتوخاها، هو أن يبقى فقط الملف في ذلك النفق، وما دام في ذلك النفق فهم مرتاحون، لأن هذه هي النتيجة التي يبحثون عنها. وأنا أقول: ماذا أنتم فاعلون إذا انتهت مأمورية المينيرسو؟ هل يعني بذلك أن المشكلة حلت؟ على كل حال، حسب كلام وزير الخارجية المحترم السيد أحمد عطاف، هناك أمرين: إذا مشات المينيرسو وخرج الملف من اللجنة الرابعة انتهى الأمر، لأن هذا هو الذي تراهنون عليه. فهمتم يا إخوة الكرام أن الحقيقة ليست ببعيدة، يكفي فقط أن يتأمل الشخص ويعني يترك تلك الأحاسيس وتلك العاطفة الجياشة، فتصبح الحقيقة جلية. وأعود بكم يا إخوة الكرام، أعود بكم إلى ما أردت أن أتحدث عنه فيما يخص ما رأيت. أنتم تعلمون هذا الرجل استهدفني شخصيا كثيرا، لم أعير ذلك اهتمام كبير، ولكن اليوم مثل قبل أشهر من أكبر العملاء الذين يستهدفون السياسة الموريتانية والشعب الموريتاني، وأنا سأبين لكم ذلك بهذا التصريح. توصلنا في المنصة برسالة خاصة من الرئيس الموريتاني الأسبق محمد ولد عبد العزيز، الذي يوجد حاليا في لحظة اعتقال بموريتانيا. مفاد هذه الرسالة التي نقلت عن طريق محاميه أنه يدفع ثمن مواقفه المساندة للقضية الوطنية الصحراوية، وأنه كان دائما إلى جانب الشعب الصحراوي وإلى جانب القضية الوطنية الصحراوية وإلى جانب حق كل مواطن صحراوي في استقلاله على أرضه ووطنه الصحراء الغربية، شاكرا كذلك كل الجماهير الصحراوية على مساندتها له في محنته الدائمة في معقله بالسجون الموريتانية، مطالبا. إذن محمد راضي الليلي ناشط لجبهة البوليساريو، وحسب ما رأينا كذلك من تسريبات ومن تحركات ومن صوتيات هو عميل للمخابرات الجزائرية. كيف يمكن أن تستهدف الشعب الموريتاني وتستهدف الرئيس الموريتاني وتستهدف السياسة الداخلية الموريتانية؟ أولا، نحن كموريتانيين نحترم رؤسائنا مهما كانت خلافاتنا معه. أنا شخصيا لدينا تاريخ مع الرئيس الأسبق الذي تعرفون، المقدم محمد أخونا والهيدانة، الذي حاول أن يبيع المصالح الموريتانية وقتل في الموريتانيين، وهو سبب كل مشاكل الموريتانيين باعترافه 84 كشخص كرئيس طريقة أحادية بالجمهورية العربية الصحراوية. هل سمعتم أننا خرجنا هنا لنشتمه أو نسبه أو شيء من هذا القبيل؟ أبدا. الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أولا نذكر أننا لدينا أخلاق المسلمين والعرب، يقولون: ارحموا عزيز قوم ذل. كان رئيس الجمهورية وكان على رأس هرم السلطة في موريتانيا، واليوم في محاكمة لم تقل كلمتها الأخيرة، وذلك شأن داخلي موريتاني يحلوه الموريتانيين فيما بينهم. ما دخلك أنت كناشط لجبهة البوليساريو في هذا الأمر؟ وأنا أقول لك وأعرفه شخصيا رغم تلك المواقف
تعتبرونها أنتم أن مواقف الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز كانت في مصلحتكم، رغم أنه لم يقم بأي خطوة حقيقية يعني في اتجاه معاداة المملكة المغربية. ما قلته غير صحيح، لم يناصركم على حساب المصالح الموريتانية أبدا، ولكن حاولتم الركوب لما رأيتم أن الرئيس الغزواني يريد أن يقطع تلك القيود في علاقته مع جيرانه. بدأتم تستهدفون الرئيس الغزواني في شخص الرئيس السابق محمد والعبد العزيز، لأنه كان يريد أن يكون له دور سياسي يعني معارض للرئيس الحالي محمد والشيخ الغزواني. حضرتم وساندتم كل نشاطاته على مستوى الخارج، ونحن على علم بذلك. إذن هذا الاستهداف واضح، ولن تستطيعوا أبدا ونحن على كل حال بالمرصاد أن تجعلوا الشعب الموريتاني تكون له عداوة مع الشعب المغربي. وأهدافكم نحن نكشفها يوما بعد يوم، ولن نقبل أبدا بذلك بما تسعون إليه.